حسب معايير مختلفه. عدد الزوار مثلا لا اخذنا عدد الزوار السنه الماضيه 300,000 زائر للمعرض الدولي لكتاب النص في الدوره العشرين. المعرض المهني في باريس تعرف 200,000 مشارك. ثم المعايير عدد دور النشر المشاركه، عدد تشارك بشكل مباشر هي معيار لتقييم اهميه المعرض. لانه هو الذي يدفع الناشرين للحضور بشكل مباشر. 285 ناشر يشارك بكيفيه مباشره. واذا كانت لنا امكانيات ماديه اخرى ولوجستيكيه لجعل الفضاء يكون يوفر امكانيات اكثر، لو كان لنا مشاركه اكثر. الان هذه 20,000 متر مربع المتاحه لنا في 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 فضاء ضربي، واللي ممكن استغلال فيها لا يفوق 9,000 والعشرات متر مربع. رغم هذه الإكراهات، المعرض الدولي لنشر الكتاب يعتبر لا على الصعيد العربي ولا على الصعيد الدولي كمعرض له إشعاع قوي، وهو هذا ما يفسر هذا الطلب المتزايد سنة بعد سنة. بطبيعة الحال كما نقول في المغرب زيد ما زيد جديد. إذا أردنا أن نمر إلى مستوى آخر لتنظيم هذا المعرض بأجنحة متخصصة، جناح مختص بالناشرين، جناح مؤسساتي، جناح الجمعيات الثقافيه، جناح الطفل، هذا يتطلب فضاء من نوعيه اخرى وامكانيات من نوعيه اخرى. في اطار الامكانيات المتوفره ماديا، اظن ان المعرض الدولي لنشر الكتاب بالتلميذه يقدم خدمات في المستوى المطلوب، ونقارن بكل سهولة مع جل المعارض العربية على جميع المستويات. المقارنة مطروحة، ونتشرف بأن يكون للمغرب معرض في هذا المستوى. قارنوه مع اسكندرية، قارنوه مع القاهرة، قارنوه مع كل المعارض الكبرى في العالم العربي وفي افريقيا. ويمكن ان نقارن كذلك مع عدد كبير من المعارض في البحر الابيض المتوسط بكل سنه. ولكن طموح وزاره الثقافه ان نمر الى مستوى اخر. ولا بغيتو الصراحه، هذه السنه طرح بحده النقاش في امكانيه الوصول الى مرحله جديده من تنظيم هذا المعرض. تطلب منا بناء فضاء لا يقل على 5,000 متر مربع بتكلفه لا تقل على 5 أو 6 ملايين درهم. واعتبرت وهذه مسؤوليتي بانني ما نستثمر 6 مليون درهم في بناء فضاء اللي يدوم 10 ايام، وتنفضل بمثل 6 مليون درهم تمشي لدعم الناشرين ودعم الكتاب ودعم الجمعيات الثقافيه. طرح بحده هذا النقاش، ولكن كان لنا خيار: نستثمروا 6 مليون درهم، يكون عندنا فضاء اضافي غادي يجعل بان تنظيم ديال الفضاء ديال المعرض غادي يكون اكثر رحابه، اكثر يمكن يجعل الزوار لهم امكانيه في تنظيم حضورهم في هذا المعرض، بتنظيم الفيلاج. هذا الجناح ديال المؤسساتي، هذا الجناح ديال الجمعيات، هذا الجناح الدولي، الجناح العربي الى اخره، كيفيه اكثر مهنيه.